هو انت بتعمل ايه يا خالد؟ بتابع الاثيريوم. الاثيريوم ده لا مؤاخذه. ده عملة من العملات الرقمية. تفرق ايه عن البيتكوين؟ فرق كبير جدا ما بينهم، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. طب لو انا عايز اعرف الفرق ما بينهم اعمل ايه؟ تابع الحلقة لحد الآخر. لو ليك او مالكش في سوق كريبتو كارنسيز او العملات الرقميه، لازم هيكون عدى عليك او سمعت حد من صحابك بيتكلم عن البيتكوين وازاي اتحولت في اقل من 15 سنه من عمله ولا تسوى لقيمه سوقيه بمليارات الدولارات. في الفتره دي مبرمجين كتير عجبتهم الفكره وبداوا يطلعوا عملات رقميه كتير بنفس الطريقه. ما بين العملات دي في عمله كسرت الدنيا اسمها ايثيريوم، وبقت منافس قوي جدا للبيتكوين، ولحد النهارده هم اكبر عملتين موجودين في السوق. وبالرغم ان الاتنين ببساطة عملات رقمية، الا ان الاختلافات ما بينهم مش قليلة بالمرة، ويفرقوا عن بعض بشكل اكتر مما تتخيل. اهلا بيكم، انا خالد جاد، وخلينا نشوف ايه الفرق. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالرغم ان البيتكوين ما كانش المحاولة الاولى تنفيذ فكرة العملات الرقمية، الا انها كانت المرة الاولى اللي تتنفذ فيها الفكرة بنجاح، وبقت هي الفلاجشيب للعملات الرقمية اللي انطلقت في العالم كله. ظهرت المرة الأولى سنة 2009 عن طريق شخص أو كيان غامض اسمه ساتوشي ناكاموتو. ناكاموتو ده عرف البيتكوين ببساطة على إنها عملة رقمية بيتم تداولها على الإنترنت بشكل يسمح تحويلها من طرف لطرف، تبيعها لحد مقابل عملة تانية أيا كان بقى، لكنها مش عملة مادية. يعني من الآخر مفيش ولا ورقة بعشرة ولا ب100 تمسكها في إيدك، لكنها مجرد أرصدة مرتبطة بدفتر حسابات مشفر. تداول العملة دي بقى بيحصل عن طريق شبكة ضخمة بتضم مشتركين من كل أنحاء العالم، والعملية بتتم بطريقة بير تو بير أو الند للند. والطريقة دي بتعتمد على مشاركة البيانات ما بين المستخدمين على الإنترنت بدون موقع وسيط. وأبسط مثال على الطريقة دي هو التحميل عن طريق التورنت. بس الفكرة هنا إن عملية التداول اللي بتحصل دي بتتم بدون ما تعدي على أي مؤسسات مالية، يعني لا بنك مركزي ولا حكومة ولا يحزنون. يعني مفيش مؤسسة أو كيان يقدر يتحكم في رصيدك أو يتلاعب بيه أو يتم اختراقه وفلوسك تروح أو بياناتك تتسرب. وبالتالي مفيش أي كيان أصبح مسيطر على بيانات الناس أو معلوماتهم. وهنا يظهر أول سؤال وأهم سؤال: طب وإيه اللي يضمن إن النظام ده ما يخترقش؟ يعني هيبقى آمن من البنوك مثلا؟ أكيد مستحيل. إيه رأيك لو قلتلك إن النظام ده فعلا ممكن يخترق، بس لما يبقى معاك جهاز كمبيوتر بحجم الكرة الأرضية؟ أيوة، زي ما سمعت كده بالظبط. النظام اللي قايم عليه العملات الرقمية مستحيل يتم اختراقه إلا لو معاك جهاز ضخم بحجم الكرة الأرضية. طب إزاي مستوى الأمان واصل للدرجة دي؟ بص معايا بقى، احنا اتفقنا من شوية ان تداول العملة بيتم عن طريق البير تو بير، وقلنا انه نظام قائم على مشاركة الملفات. يعني من الاخر كل واحد بياخد نسخة، والملف ده ما هو الا سلسلة من البيانات. بس في عالم العملات الرقمية مفيش سلسلة بيانات بتتنسخ. امال ايه؟ دي بيانات بيتم ادخالها وبتدخل على حاجة اشبه بدفتر حسابات عالمي معروف باسم البلوك تشين او سلسلة الكتل. يعني ايه بقى البيانات دي؟ ببساطة كده، لما بتيجي تبعت لحد بيتكوين، انت كأنك بتكتب في دفتر حسابات خالد بيبعت لمحمد 3 عملات. وهنا آلاف الملايين المستخدمين على الشبكة بتسجل المعاملة دي بطريقة إلكترونية تلقائية على أجهزتهم. بس الطريقة دي معقدة شوية، أشبه بحل مسألة حسابية صعبة، وبتحتاج أجهزة قوية علشان تقدر تنفذها. وكل ما كان جهازك أقوى كل ما نفذ العمليات في وقت أسرع. والعملية دي معروفة باسم المايننج أو التعدين. وطبعا انت هنا مش بتتكلم عن عملية واحدة، لكن آلاف وملايين العمليات كلها محتاجة تتسجل وتترتب بشكل صحيح. واللي بيحصل هو كأنك بتضيف صفحة جديدة من المعاملات في دفتر الحسابات، أو بمعنى أدق بتضيف كتلة جديدة من المعاملات في سلسلة الكتل أو البلوك تشين. وفي لحظة ما ينجح جهازك في إضافة الصفحة الجديدة أو الكتلة الجديدة، بيتم مكافئتك بعدد من العملات. مش بس كده، ده كل معاملة بينجح جهازك في إضافتها بتاخد عليها نسبة. هنا بقى أصبح عندنا آلاف المستخدمين أو ملايين المستخدمين، كل واحد بيسجل بيانات عنده، وده بيزود أمان العملية ويمنع الغش. زي لو قاعد بتلعب دومنا كده وبتسجل الحساب بعد كل دور، وكمان صاحبك اللي بتلعب معاه بيسجله. لا وإيه، صحابك اللي بيتفرجوا كمان كل واحد فيهم مطلع ورقة وقاعد بيسجل. وعشان الناس على الشبكة تعرف بالمعاملة بتاعتي أو إني بعت لمحمد 3 عملات، فلازم أعلن عن المعاملة. طب هعلن يعني أقول لهم خالد ومحمد، ولا الناس هتأكد منين إني فعلا خالد أو اللي هبعت له فعلا هو محمد؟ هنا بنيجي للنقطة التانية من مستوى التأمين، اللي هو اسمه علم التشفير أو الكريبتوغرافي. بمجرد اشتراكك أو عمل حساب، أو بمعنى أدق محفظة، بيبقى ليك مفاتيح تشفيرية. المفاتيح دي بتدي حسابك توقيع مميز خاص بيك انت لوحدك، عشان لما تيجي تبعت أو يتبعت لك كل اللي على الشبكة يبقوا متأكدين من صحة البيانات ويسجلوا المعاملة على البلوك تشين. والنظام ده على عكس التوقيع بخط الإيد أو أرقام الكريدت كاردز، لا ينفع تتقلد ولا ينفع تتزيف ولا يحصل فيه غلط.
وده اللي اثبته نظام البلوك تشين مع نجاح عملة البيتكوين بالفعل. بس القصة ما انتهتش هنا، بالعكس دي كانت البداية. بعد 6 سنين من اطلاق البيتكوين دخلت شبكة جديدة في اللعبة بعملة جديدة، بس دخلت ومعاها ابجريدز ومزايا محترمة كتير بعد ما شافت امكانيات البلوك تشين سواء على مستوى القدرات او الامان اللي بيقدمه للمستخدمين. فمش بس خلت الموضوع مقتصر على تحويلات العملة من فرد لفرد بشبكة دفع لا مركزية، لكن كمان تقديم عقود ذكية بين الأطراف وبعضها، وتطوير تطبيقات مالية آمنة وكلها بدون تدخل أي طرف ثالث في الموضوع. وأطلقت على عملتها اسم إيثر أو إيث. وبالرغم إن البيتكوين والإيثر جايين من نفس الفكرة، إلا إن الاختلافات ما بينهم مش قليلة بالمرة مع التحديثات اللي جت بيها عملة الإيث مع انطلاقها. تعالوا نشوف مع بعض أهم الاختلافات وسعر كل عملة فيهم في السوق وقيمة السوق نفسه. الهدف الرئيسي من البيتكوين كان حفظ وتحويل العملة بدون مراقبة أو تحكم أو أي تدخل من أي طرف ثالث أيا كان مين. الإيثر كمان بيقدم ده، لكنها مش الحاجة الوحيدة اللي بيقدمها. الإيثر بيقدم في المقام الأول بلاتفورم أو منصة متكاملة بتسمح ببناء وتطوير البرامج بلغة برمجة خاصة بيها، والعملية بتتم عن طريق عقود معروفة باسم العقود الذكية، وهو زي اتفاق رقمي كده بيتم توقيعه وتسجيله على شبكة البلوك تشين، وبيتم تفعيل عوايده بمجرد تنفيذ بنود العقد. الجميل ان العقود دي بتبقى امنه للمشتركين، يعني الواحد ضامن حقه، والتحويل ما بيتمش الا لما التاسك نفسه يخلص. مفيش بقى لا احتيال ولا تحكمات ولا تدخلات من طرف ثالث. والخدمه دي تعتبر واحده من اهم ان لم تكن اهم من مميزات منصه الايثر. كمان من الفروقات المهمه ان عمله البيتكوين ليها حد او سقف، يعني في حد معين من العملات ممكن التنقيب عنه، والحد ده هو 21 مليون عمله فقط لا غير. الايثر بقى ملوش حد. كمان في فروق تانية تقنية ما بين البيتكوين والإيثر، إن شبكة البيتكوين بيتسجل عليها بيانات والتحويلات فقط لا غير، إنما الإيثر ممكن يبقى فيها بجانب التسجيلات برمجة وأكواد. تقولي والقصة دي تفرق في إيه؟ أقول لك تفرق في العقود اللي بتتعمل، لأنها بتربط العقد بشروط تنفيذ المهمة، فمع تنفيذها تتم عملية التحويل. نقطة كمان متعلقة بالفروقات وهي السرعة ما بين الشبكتين. هتلاقي فرق ملحوظ لصالح الإيثر عن البيتكوين. تسجيل البيانات أو الكتل بالنسبة للبيتكوين بياخد حوالي 10 دقايق لكل كتلة، ونفس العملية على الإثيريوم بياخد من 10 ل 20 ثانية فقط. لو جينا الأرقام بقى هنلاقي إن سعر العملة الواحدة من بيتكوين وقت تسجيل الحلقة دي 66814 دولار، يعني بتتكلم في حدود 3,474,000 جنيه مصري بالسعر الرسمي طبعا. بس بالنسبة بقى للإثيريوم فسعر العملة الواحدة برضه وقت تسجيل الحلقة عامل 3773 دولار، يعني بتتكلم في حدود 197,000 جنيه مصري. لو جينا شفنا بقى الماركت كاب او القيمه السوقيه ما بين العملتين هنلاقي ان البيتكوين عامل تريليون 312 مليار و300 مليون و981 الف دولار. هو زي ما سمعت كده يمنع الضحك، ومش محتاج طبعا اقول لكم كام بالمصري. اما بالنسبه بقى للقيمه السوقيه للاثيريوم فعلى قدها شويه، يعني 453 مليار و24 مليون دولار. في النهايه هيفضل الديبيت او الجدال ما بين البيتكوين والاثيريوم امر مستمر، خصوصا ما بين جماهير كل عمله. بس لازم نحط في حساباتنا الفرق العمري ما بين الاتنين. انت بتتكلم في حدود 6 سنين فرق، وده بالتأكيد ادى افضلية للبيتكوين عن الاثيريوم. على الجانب التاني الفرق العمري ده ادى للاثيريوم افضلية اكتر انه ينطلق بمزايا جديدة، مزايا طلع بيها من اهمية البلوك تشين والمزايا اللي يقدر يقدمها. وفي النهاية عالم العملات الرقمية من اهم مزاياه هي فكرة اللامركزية، واننا ببساطة ما نحطش البيت كله في سلة واحدة، وفتح انظار العالم كله على افق جديدة. بس هل هو البديل الجديد للعملات العادية؟ محدش يقدر يقول كده او يأكده بنسبة 100%. هل احنا بقى بننصحك انك تدخل السوق ده؟ لا، احنا لا بنشجع عليه ولا بنرفضه. احنا بنقدم لك معلومات عن عالم العملات الرقمية والفرق ما بين 2 من اهم العملات في العالم ده. ببساطة بنقدم لك الكونترست. وقبل ما نقفل اكتبوا لنا في التعليقات انت شايف انهي عملة فيهم افضل. وبس كده، ده كان كل حاجة معانا في حلقة النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، وقولوا لنا نحب نعمل لكم مقارنات ما بين ايه وايه في الحلقات اللي جاية. سلام.